دقيقة قبل لا نبدأ المقطع حطوا لايك واشتركوا معانا، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوا عليه. مساكم الله بالرضا والسرور. اليوم إن شاء الله حبايبي عندي طبق مختلف من أطباق سفرة العيد الحجازية. خليني أتكلم ثواني بس عن سفرة العيد الحجازية. ما شاء الله طبعا العيد بيكون في الحجاز عندنا في أكبر واحد في العيلة، سواء كان رجال أو حرمة، كلهم يجتمعوا عنده يوم العيد يحتفلوا معاه ويكونوا على السفرة هذه. السفرة هذه ما شاء الله تكون فيها الدبيازة والمنزلة والندي، وفي بعض العوائل الحجازية يحطوا سلات أو كبدة، وطبعا تكون فيها التعتيمة اللي هي تحتوي على جميع أنواع الحلويات الحجازية، اللدو واللبنية والهريسة والطحينية وغيرهم حلويات ما شاء الله تبارك الله، غيرها كثير حلويات. وطبعا أنواع الأجبان وأنواع الزيتون ما شاء الله تحتوي، والترشيات والمخللات والأنبة ما شاء الله تبارك الله، شيء مش شهي. أنا طبعا متأكد أنكم شهيتكم. اليوم عندي واحد من هذه الأطباق حقت العيد، عندي الدبيازة، وطبعا حتلاقوا دايما زي كل مرة الموجود المقادير في صندوق الوصف، وإحنا طبعا نعملها آخر يوم في شهر رمضان اللي هو يوم 29، بس اليوم حنزلها بمقادير بسيطة عشان تشوفوا الطريقة، وعشان إن شاء الله تقدروا تسووها آخر يوم في رمضان. نقول بسم الله ونبدأ. عندي هنا لفتين قمردين، طبعا فكيتها وقطعتها أوصال، حطيتها في القدر وحطيت عليها لتر واحد موية حارة من 12 ساعة طبعا. وعندي واحدة قلادة حفكه بالطريقة دي كل الحبات، وطبعا أغسلها وأنظفها عشان أقدر احطها جوه الدبيازه ان شاء الله. وعندي كمان لوز بجلي سلقته وقشرته بالطريقه هذه عشان الدبيازه. وعندي طبعا الزبيب نظفته من العيدان الصغيره وغسلته وصار جاهز كمان للدبيازه ان شاء الله. وعندي مشمش مجفف، طبعا ما اغسله لانه هو اصلا بيجي في علب صغيره بلاستيك مغلف ونظيف، وما ححطه في الدبيازه الا اخر نص ساعه. وطبعا الدبيازه لها بس بهارين، اللي هو ملعقه صغيره هي المطحون وملعقه قرفه. واذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه اجمعين. طبعا هذا القمر الدين زي ما قلت قطعته وحطيت له المويه الحاره فاكثر من 12 ساعه. ايش حسوي دحين؟ ححط له السكر الكاستين، طبعا ما تشوفوه كثير لانه القمر الدين فيه مزوزيه ويمكن كمان يحتاج شويه سكر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين القمر الدين كيف؟ طبعا فورته ووصل لدرجه الغليان. طبعا احنا من عاداتنا اول كنا نصفيه ونحط القدر، ولاول مره نحمر اللوز والزبيب والبهارات معاها، بعدين نحط قمر الدين بارد عليها. بس الطريقه هذه اسهل، تسهل لي كثير في عمليه عمل الدبيازه. لا تنسوا ذكر الله والصلاه على الحبيب. طبعا حطيت القدر وحطيت زيت، والزيت حار، ممكن كمان تسوى بالسبع، كل واحد يسوي اللي يبغاه. وطبعا حقلب اللوز لغايه ما يبدا يشقر علشان احط الزبيب عليه ان شاء الله. عن الدبيازه في من العوائل الحجازيه يحطوا مكسرات، يحطوا فستق، يحطوا صنوبر، يحطوا جوز، انا اكتفي بهذه المكسرات. شايفين كيف اللوز ده عندي صار بيشقر؟ هحط دحين الزبيب، احط كمان البهارات. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اليوم جبنا العيد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله أجمعين. شوفوا كيف الزبيب اتنفخ كمان، ما شاء الله تبارك الله. الحين ححط القمر الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا اول بناخد ساعه نقعد نقلب في قمر الدين لغايه ما يبدا يفور، لكن لما زي ما شفتوا فورته وسخنته قبل ما احط اللوز والحاجات تكون هذه احسن. طبعا الحين ححط القلاده معاهم، وزي ما قلت المشمش اخر نص ساعه، واسيبها على الهدوء تاخذ وقتها عشان تعبد الدبيازه ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد ساعه ونص شايفين كيف ما شاء الله عقدت الدبيازه. دحين احط المشمش واسيبها كمان نص ساعه. واذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. شوفوا الدبيازه، اللهم صل على النبي، خلاص عندي خلصت، وكيف لونها ممتازه. دحين اقدمها واوريكم كيف شكلها.
ما شاء الله تبارك الله. هذه دبيازتنا وهذه على طريقتنا، في لها عدة طرق لكن هذه طريقتنا إحنا. إن شاء الله تكون الطريقة بسيطة وعجبتكم. يلا حبايبي سووا الدبيازة ووحيوا العادات الحجازية حقتنا، وطبعا لا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب. وأبغى أشوف لايكاتكم الحلوة حبايبي، واذكروني بدعوة، وعساكم من عواد، وكل عام وانتم بخير.